زمان على مدار سنين طفولتنا ومراهقتنا كنا دايما بنبص لمريض السرطان نظرة مش عايز أقول فيها نوع من الشفقة، ولكن نوع من التعاطف، نوع من الحزن. ولكن في السنين الأخيرة بدأنا نشوف نماذج من مرضى السرطان مبهرة جدا، نماذج في مجالات مختلفة ونماذج ناجحة جدا ولها باع كبير في مجالاتها. النهاردة معنا واحد من النماذج دي، مريض سرطان تعافى الحمد لله، وبعد ما تعافى بقى بيساعد مرضى السرطان بشكل مختلف، وهو الأول في مصر في هذا المجال. ايه بقى المجال ده وعامل ازاي وبيعمل ايه وبيساعد مرضى السرطان ازاي؟ هو ده اللي هنعرفه من عمر تركي ضيف حلقتنا النهارده. ازيك يا عمر؟ ما انا شريف عامل ايه ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله. مبسوط جدا ان انت معايا، ربنا يخليك. ومبسوط جدا بالنموذج ونماذج الناس الناجحه من مرضى السرطان، والحمد لله والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خلينا نبدا القصه من البدايه. قول لنا انت مين الاول وقصه السرطان بدات ازاي؟ طيب قبل ما نبدأ بس عايز اقول ان احنا لما بنتكلم على مشاكل السرطان بجد احنا اخر حد بنبقى خايفين عليه هو المريض نفسه. المريض اكتر واحد المفروض يطمن، عشان هو بجد بيبقى حرفيا هو بين ايدين ربنا في رعاية صحيح. ربنا تماما 100%. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ابتلاه بالمرض، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيشفيه. المشكلة بتبقى ساعة المرض في اللي حواليه، مم. فدي اول حاجة. المشكله في اللي حواليه. او المشكله بتبقى عند اللي حواليه. مم. انت لما بتشوف حد قريب منك حصل له المشكله دي، وزي ما انت قلت ان مشكله المجتمع ان هي لسه ما عندناش الدرايه الكافيه ازاي نتعامل مع السرطان، فالحاله اللي بيبقى اللي حوالين المريض فيها بجد بتبقى اصعب من حاله المريض نفسه. وبتضغط على المريض. في ساعات كتير، مم. يعني ساعات كتير من كتر ما الناس بتبقى عندها ايموشنز وعايزه تساعد، وممكن الموضوع ده لا يجي بشكل عكسي عكسي. تماما. النقطة التانية ان المشكلة بتبتدي بقى بعد ما المريض يخف. مم. تبتدي تلاقي نفسك ان انت لا انت حد مختلف تماما، في حياة جديدة تماما. ممكن تكون حاسس ان انت you don't feel home in your body، على طول بقولها. جسمك مش هو جسمك اللي متعود عليه. نرجع مرجعش نفس لل الشخص. نرجع للانترودكشن. انا الحمد لله ربنا شفاني من السرطان الحمد في لله. سنة 2022. الحمد لله على السلامة. وبدأت المشكلة فعلا بعد ما خفيت. السرطان كان سايب لي مشكلة أكبر، وهو كان حصل كسر في رجلي، كسر عنيف جدا. الكسر ده كان بسبب ايه؟ كان بسبب الورم. بسبب الورم. اوكي. وكان كسر مفاجئ، يعني هو ما كانش ناتج عن أي حركة. ما فيش حركة مفاجئة، ما اتخبطتش في حاجة، ما خبطتش حاجة، ما فيش اي حاجة. ودي من الآثار الجانبية اللي الناس مش عارفاها برضو بسبب العلاج الكيماوي، بسبب الأورام نفسها، المشاكل اللي بتسببها في العظم. الأورام المختلفة عامة. جميل. بدأت بقى المشكلة ان انا خلاص خفيت. الدكتور اللي كان بيديني العلاج خلاص خلص مهمته. الناس اللي حواليا بتديني الدعم او بتساعدني او حسوا ان اي الموضوع حد. انتهى. فانا بقيت واقف لوحدي، مش عارف اتصرف ازاي. الدراسة اللي انا عملتها بتاعت الكانسر اكسرسايز سبيشالست دي، انا عملتها اول ما، يعني في الايام الاولى اول ما اتشخصت. في البداية مش في النهاية؟ لا في البداية خالص. اوكي. عشان انا اصلا تخصصي في الفيتنس فيلد، انا فيتنس ترينر. وسبحان الله المشكلة جات لي بقى في أكتر حتة أنا محتاجها. خلاص أنا مش عارف أستخدم جسمي. وبدأت نظرة المجتمع تجيلي كده بشكل مباشر، اللي هو أنت بقى خلاص يعني شوف لغاية شوف ما لك شغلانة ربنا تانية بقى. يكرم كده، وإيه اللي هيحصل، هتخف ولا مش هتخف، طب هتمشي أو مش هتمشي، بس إحنا أهم حاجة بس نشوف إيه اللي بيحصل. أنا وجهة نظري كانت مختلفة. إن أنا ممكن أحاول أدور على أي طريقة تسهل الرحلة دي. كويس. ده أول جزء. تاني انت جزء في البداية كنت بتساعد نفسك. بفكر لسه انا بس هو ده المايند سيت، أوكي. ان انا مش محتاج استسلم للنظرة اللي انت قلتها. وفي نفس الوقت انا عندي حاجات بعملها اوريدي، يعني عندي حياتي العملية، عندي حياتي الاجتماعية، عندي هواياتي اللي انا بحب اعملها زي اي حد. كويس. حلو. فقال لك لا والله انت ما فيش الكلام ده. ف ودي برضو المشكلة الأولى اللي احنا عايزين نعمل لها هايلايت في الكلام، ان الاويرنس والدراية سواء انت من مريض. المريض نفسه او من اللي حواليه. على فكرة في امراض
مختلفة عن السرطان، بتعمل دامج في الجسم اكتر من السرطان. فهو السرطان مش نهاية الدنيا، هو رحلة عنيفة كبداية وكرحلة علاج وما بعد العلاج، بس هو مش آخر الدنيا. كويس. فأول حاجة انت كمريض حصل لك إصابة أو حصل لك تشخيص، أول حاجة لازم تجري تعملها ان انت تتعلم أو تعرف ايه الحاجة اللي انت داخل عليها. جميل. خلينا نتكلم بجد كلام واقعي جدا. انت لو طالع رحلة، لو طالع تصيف في فندق، انت ممكن تسأل على نوع الزيتون اللي بيتحط في البوفيه في الفطار. صح. تمام. لو طالع اوروبا رايح تتفسح، بتسأل والله ارخص مكان ممكن اقعد فيه واحسن مكان ممكن اروح. طبعا. طيب ما هي دي رحلة زي اي رحلة، بنلاقي ردود فعل متفاوتة. في ناس بتخاف، يقول لك لا انا خايف اسمع، وخايف حد يقول لي شعرك هيقع، وخايف وخايف وخايف. وفي ناس بتعتمد على اللي حواليها من غير ما يبقى ليه ريفرنس تاني، او من غير ما يبقى ليه اي مرجع تاني علمي او حاجة منطقية يرجع ليها. فعندك مثلا زي ما كنا بنتكلم، الناس بتقول المرض الوحش، فهو اول ما يسمع كلمة المرض الوحش خلاص. انت على فكرة، انت لو كتبت على جوجل المرض الوحش هيطلع لك السرطان، او المرض اللعين، او المرض الخبيث، كل ده هيطلع لك السرطان. بالظبط. فاحنا بنقول يا جماعة، انت لما يبقى عندك دور برد بتقول لمامتك اعمليه شوربة. فانت عارف ان في اكل معين بيتاكل لما يبقى عندك دور برد. طيب انت ليه ما تخشش تدور والله انا ممكن اكل ازاي في المرحلة دي؟ بس خلينا برضو نتفق على حاجة يا عمر، يعني ما اعتقدش ان مريض السرطان، انا برضو هكلمك من واقع، يعني شفت مرضى السرطان ما بيبقوش عندهم الروقان ان هم يفكروا بهذه الطريقة. رأيك ايه، او تنصحهم بايه، او يعملوا ده ازاي او كده؟ انا برضو ساعات كتير بتعفف ان انا اكلم مريض السرطان نفسه، عشان بجد هو محدش هيحس باللي هو بيمر بيه ابدا، حتى لو حد مر بنفس التجربة. يعني انا بحس ان هو صعب ان انا انظر على حد متشخص او حد في نص الرحلة. رأيك ايه؟ طب توجه ايه للي حواليه؟ اول رسالة العلم والدراية والوعي. معلش احنا في 2025، شات جي بي تي. يعني مش هقول لك غير ان كل الناس اللي متخصصة في السرطان دلوقتي في جميع المجالات، سواء المجال الطبي، سواء في اللايف كوتشنج، سواء في النيوتريشن، سواء الحمد لله في الفيلد بتاعنا في الفتنس لسه بادئين نعمل اورينتيشن للقصة دي. فبقى في ناس كتير حواليك متخصصة تقدر ترجع لهم. لو عطلت او ما لقيتش حد، بجد الانترنت ما سابش حاجة. واحنا بنتكلم هنا برضو على حاجات برايمال خالص، حاجات اساسية خالص. انا بكلمك تتحرك ازاي، تاكل ازاي، ايه المطلوب منك عشان تقلل او تطلع باقل خسائر. احنا مش طالعين نقول ان الرحلة سهلة وان انت لازم تبقى قوي، لا محدش بيقول الكلام ده خالص، بس انت تقدر تسهل الرحلة دي عليك. انا كانت وجهة نظري ان احسن طريقة تسهل بيها الرحلة دي عليك ان انت تفكر ان نفعك يبقى متعدي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فانا قعدت افكر بالطريقة دي، انا لو صوتي وصل لكل حد انا كنت في مكانه ومش عارف احرك جسمي، انا بجد رجلي مكسورة مش قادر اقوم، بس حصل لي او عملت حاجات معينة خلتني اخلي ده اسهل او التعافي يبقى اسرع، فلا انا محتاج اقول الكلام ده. ومش بتارجت حد معين، هو اللي هيوصل له هيوصل له. بس انا متأكد ان في ناس كتير محتاجة تسمع الكلام ده. عندنا مثال، اكتر مثال كومن في مصر سرطان الثدي. طبعا. عندك النسب يعني اللي موجودة بتقول واحدة ان من كل 8. او 30%، نفس النسبة. عندك بقى جوه ال30% دول 70% بيعملوا عمليات استئصال كلي او جزئي للثدي. فانت كده عندك 21% من سيدات مصر خايفين يحركوا دراعهم، خايفين يشيلوا حاجة بدراعهم، بيلبسوا بريسلت مكتوب عليها خلي حلو، بالك خايفة تنظف بيتها، خايفة تعمل أكل في المطبخ. هل ده فير؟ لا مش فير طبعا. فدي مهمتنا كإيه؟ كناس عدت. أنا وإنتي وإنت لو حصل لك وعملت أي حاجة ساعدتك إنك تبقى أحسن سواء في الرحلة أو بعديها، أنا شايف إن دي مسؤولية عليك. تتعلمت ده بالطريق الصعب
ولا يعني انت مريت بالتجربة فما لقيتش حد يساعدك بهذه الطريقة فحبيت تساعد الناس، هو ده الطريق الصعب؟ ولا كان العكس، ان انت لقيت الحمد لله ناس تساعدك فحبيت ان انت تخلي نفعك متعدد زي ما انت بتقول؟ بص، هي بيبقى فيه يعني نوعين من الناس. في ناس تبقى عليهم مسؤولية، زي مثلا الدكتور بتاعك. صحيح. هو الدكتور بتاعك مش بيساعدك، الدكتور بتاعك هو مكلف انه يعمل لك البروتوكول بتاع العلاج والسيكونس بتاع العلاج. شغله. اه، حلو. الناس القريبة منك سواء اهلك او صحابك برضو عليهم مسؤولية ان هم يهندلوك. عايز حد تتكلم معاه هيلاقي، مش عايز تشوف حد ولا وش حد، تمام سيبوني في حالي. تمام. فدي مسؤوليات. فين بقى مسؤوليتك انت؟ انا دي الحتة اللي اتحطيت فيها، ان انا مش عارف اتحرك ومفيش حد بيقول لي حاجة. ايام عايز انزل اتمرن، انا بحب التمرين وعندي اوريدي كلاينتس بمرنهم، انا مش شغلي، فاعمل ايه؟ فانت الموضوع اثر عليك نفسيا وعمليا ما مهنيا. الحياة عطلت، يعني الحياة وقفت، وده برضو مش فير. يعني بلاش فيتنس ترينر لو ست فاضلة بتروح شغلها، صحيح. برضو من حقك ان انتي تختاري هل انتي عايزة تريحي ولا تنزلي تعملي اللي عليكي. ست فاضلة بتقوم بشغل بيتها، عمرها ما هتبقى مبسوطة وهي شايفة الناس بتساعدها، عمرها ما هتبقى مبسوطة وهي حاسة ان كل اللي حواليها يعني بيبصوا لها بشفقة. ده بيبقى اكتر من المرض. خلي بالك انت، الحتة دي اعتقد ان هي مربط الفرس، يعني لان احنا ما اعتقدش ان احنا كمجتمع حتى هذه اللحظة في 2025 احنا بنعرف نتعامل مع مريض السرطان. احنا لحد النهاردة مثلا لو ست شافت ان في حد مش عارف ايه تسحب ابنها، خلي مش دعوة بيه، مش عارف. اللهم احفظنا، مش عارف المرض الوحش زي ما كنا بنتكلم في الكواليس، مش عارف المرض مش عارف ايه، ما يرضاش يقول اسمه عشان خايف مش عارف ايه. على الجانب الاخر تلاقيه بيساعد المريض زيادة عن اللزوم، حصل. بيسأل عليه زيادة عن اللزوم مع انه مكانش بيكلمه طول عمره، حصل. وهكذا يعني. فانت شايف الحتة دي ازاي؟ انا بقى كعمر تركي، انا واخد الموضوع ده على صدري. ان انا شايف ان حاليا من اللي انا بعمله او من اللي بشوفه في الكوميونتي اللي انا بتعامل معاه من المرضى، ان المريض لما يحافظ على روتين معين من اول بقى او في اي مرحلة هو بدأ فيها، سواء في وقت العلاج او سواء بعد العلاج او سواء في اي وقت من الاوقات، بجد انت بتبقى حالتك الصحية احسن من الانسان العادي اللي ماشي في الشارع. فمحدش هيجرؤ اصلا يبصلك في شفقة. بالعكس، يعني الناس هتبتدي او انت هتبتدي تخاف اصلا تبين للناس ان انت بجد هتخاف تتحسد. ده بقى ده اللي انا بعمله دلوقتي بقالي 3 و4 سنين. بشوف طفرات في حياة الناس، من مش قادر اقف اعمل لولادي فطار، يلا بينا نروح نجيب الحاجات من السوبر ماركت، يلا بينا نسافر، يلا بينا نعمل اللي احنا عايزينه. ممتاز. بجد اللقطة دي بحبها قوي لما بيكون واقف بمرن 2 كلاينتس، حد فيهم فايتر وحد فيهم عادي. بجد مش هتعرف الفرق بينهم. فدي يعني دي الرسالة اللي انا واخدها بشكل شخصي، ان محدش يا جماعة يجرؤ يتكلم او يبص المريض السرطان النظرة دي. جت منين فكرة بقى ان انت من زي ما بيقولوا كده من رحم المعاناة يعني تطلع ان انت تبقى بتشتغل في مساعدة مرضى السرطان؟ يعني بدأت القصة دي ازاي؟ بص، خليني صريح شوية. انا اول ما عملت الاستادي بصراحة ما كنتش بفكر في اي حد، انا انت عايز بتعملها اتحرك لنفسك؟ مم. وعايز اشوف يا ايه جماعة. الاستادي؟ يعني ايه استادي؟ الاستادي دي اللي هي ايه؟ الكورس ده هو كورس انك ازاي تقدر تديزاين اكسرسايز بروجرام متفصل على الراجل اللي جاي لك ده، اللي هو مريض السرطان. مريض السرطان. فذاكرت انواع السرطانات كلها، كويس. بانواع البروسيجرز او العمليات اللي بتتبعها، جميل. ذاكرت انواع العلاجات كلها. ده كان الجزء الصعب قوي عشان ده مش تخصصي. انت مش دكتور في النهاية. اه. فدي كنت لما بحتاج ارجع لحد من الاصدقاء اللي كانوا حواليا او من الدكتورز اللي هم ما كانوش دكتورز، كانوا يعني كانوا فاميلي بصراحة، من الناس اللي كنت عامل معاها وقت الحمد ما لله. مشكلتي، فكانوا بيساعدوني. الجزء الباقي من الكورس كان fitness oriented which is مجالي اصلا. فهو طبعا
يعني قدم لي وساعدني كتير قوي بقى في حتت المشاكل بقى بتاعت الناس العادية، سواء إصابات أو مم. عمليات أو. فلما الكورس كمل بعضه أنا بدأت أحس والله طب ما ممكن نشوف بقى الكلام ده إيه الأخبار. بس كان الموضوع بالنسبة لي في الأول موتر. مم. أنا كان الوضع إن أنا بعكاز والدكتور بتاع العظم قايل لي رجلك ما تلمسش الأرض، بلس الكيوس بقى بتاعت الكيموثيرابي. كويس. برضو بترفع ان انا اوصف المشاكل بتاعت الكيموثيرابي عشان مهما وصفتها محدش هيحس بيها. مم. هو باختصار كده بتخلي الجسم يرجع زي جسم البيبي من بره ومن جوه. الشعر بيقع، البيبي تبقى جلدك رقيق، ضوافرك خفيفة، بطنك مش مستحملة، فانت بتبتدي من الصفر. ولو حصل بقى عمليات او لا قدر الله كسور او مضاعفات فانت بتبقى تحت الصفر. وانا بشوف ان من نقط القوة انك تقدر تسمي المرحلة اللي انت فيها. مم. يعني مش عيب ان انا اقول والله انا في في البدروم تحت العاشر، مادام انا عرفت انا فين فهلاقي الحل وهعرف هبتدي منين. كويس. فالقصة في الاول كانت بشكل شخصي. انت انا خدت كورس عشان تساعد نفسك تقوم عايز بقى تتحرك انا، وتسيب العكاز هو كمان بقى بيقول لك انت ترجع تمشي يا جماعة، لا انا مش عايز ارجع امشي. عايز تتمرن. ما تهزروش، يعني الدكتور لما كان بيحب يطمني يقول لي ان شاء الله هتمشي، انت مجنون. مش عايز امشي، انا ما عايز اتمرن، انا تجيش عايز تمشي، ارجع. فاهم؟ فكانت القصة كده. فعشان كده برضو لما قلت في الاول انه انت تعبان، انت هيجيلك جايدنس من ربنا بقى مباشرة، ربنا هيبعت لك حد. المشكلة حصلت بقى بعد ما فعلا مم. خفيت. انا خلاص فعلا انا تمام والدكتور قال لي طب انت تمام. خدت الكورس ده وعرفت تساعد نفسك انك تقوم وتتحرك بدأت بدأت انزل عادي مم. بعكازي بقرعتي، بلحس الجيم عادي وانزل اتمرن بس في السيفتي. يعني خلاص مم. انا واخد الممنوعات اللي المفروض ما تحصلش في التمرين من الاستادي. مم. دكتور الاورام والناس بتاعه النيوتريشن والناس المتخصصه اللي كنت بتعالج معاهم يعني خلاص منبهني على حاجات معينه بعملها. الدكتور المعالج بتاع العظم مديني يعني امر مباشر، رجلك ما تلمسش الارض، اعمل بقى اللي انت عايزه. فتمام. طب انت كنت بتتمرن ازاي من غير ما رجلك تلمس الارض؟ اتصرفت. اه. والحمد لله يعني الفترة دي سبحان الله على قد ما هي كانت عنيفة على قد ما هي مساعداني دلوقتي. مم. يعني دلوقتي اقدر اساعد حد ممكن على ويل تشير يتمرن، اه. اقدر اساعد حد اتمرن على كرسي متحرك. من اول بقى الليفل ده. اه. اوكي. برضو دي مس كونسبت عندنا في المجتمع ان المصاب او اللي عنده مشكلة المفروض ما يتحركش، المفروض ما يعملش، المفروض. مم. لا، الحركة هي احسن علاج. حتى لو حد على كرسي متحرك. تقدر وانت في مكانك. مم. يعني انا بجد بدأت breathing exercise، بتنفس، بعلم جسمي ازاي يتنفس. مم. ده حاجة كبيرة وحاجة مهمة. فبرضه رسالة تانية ان حالتك الجسدية مش عائق مم. قدام ان انت تبتدي تساعد نفسك. برضو المرحلة دي بجد عدت زي ما عدت. يعني انا ما اقدرش اقول انا عملت فيها، لا، انا ما اعرفش عدت ازاي. يعني بجد هو بكل صدق انت بتبقى في رعاية ربنا. الحمد لله على السلامة. بعد ما بتخلص انت تايه، انت ما فيش بقى عنوان، ما فيش حد، انت لوحدك. مم. فدي بدأت بقى المشكلة، ان انا بدأت ابلند تاني في الكوميونتي. فانا المفروض برضو راجل فيتنس كوتش اه. وبعرج. طب يا جدعان ما انا برضو رجلي، ما أنا مش، انا خايف. فكانت القصة بقى في انك تبتدي تطبق بقى اللي انت خدته بجد اول حاجة على نفسك. مم. انا لازم اتمرن بشكل امن فوق ال 100% من غير ما عشان انا تأذي مش حمل نفسك. حاجة تانية خلاص. ايوه. انا انت انا كده كنت خفيت بقى خلاص من اه الكانسر. اوكي. انا فكرة ان انا اتوجع اتقرص، لا، مش مفك خلاص، انا مش عايز اي حاجة توجعني. بلس ان انا بقى خلاص بجد بقيت خواف غصب عني. طبعا. انت لسه في حتة مش سوليد، انت لسه برضو مش واقف على ارض صلبة، لسه طالع من قصة ما مش عايز حاجة. فكان مطلوب مني ان انا اتيلر البروجرام ده بدقة شديدة، ان هو يبقى سيف وان هو يبقى فيه نتائج. انا برضو مش هنزل افضل طالع نازل في الجيم وانا اصلا حالتي صعبة وما اشوفش نتائج. فده كان التشالنج الاولاني، هل هرجع افريج ولا لا.
رجعت الحمد لله. ايه في الكي او المفتاح بتاع القصة دي؟ الاستمرار. بجد هي مين كان المسألة. بقى بيشجعك بعد ما خفيت وانت بتزق نفسك ان انت تستمر، وان انت بتزق نفسك ان انت عايز تقف على رجلك وحاجات كتير؟ مين اللي كان بيشجعك في الوقت ده؟ مفيش بقى، هو الناس خلاص اصل انت بص برضو، ما هي الناس اللي حواليك ما بتصدق. يعني انت تصدق ان انت اهلك خفيت ما فخلاص بتصدق، بقى. خلاص هما يعني اوتوماتيك، خلاص انت بقيت كويس، انت ما متش. خلينا اونست، انت عايش. بجد انت لو عايش متدمر، هم برضو ما بس انت عندهمش مشكلة. عديت، طالما انت عايش فانت عديت. فعشان كده بقول انت مهمتك بتبقى صعبة جدا بعد ما تخف، مش وانت تعبان. الناس بتبقى مصدقت وبيبقى الحمل عليهم صعب. طب انت منين جت النقلة بقى ان انت تساعد غيرك؟ لما قلت لك بقى ان انا عشان اضمن ان افضل اساعد نفسي، فلازم يبقى النفع ده يبقى متعدي. انا لو كل يوم بذاكر عشان طنط اللي جاية عندها مشكلة وبتروح الكيموثيرابي مش قادرة تتحرك، فانا اكيد هفضل امنتين اللي انا بعمله. لما طنط بقت 2 بقى 3 بقى 4 بقى كوميونيتي، بقى عندي حالات مختلفة، بقى عندي حالات جديدة، بقى عندي ناس بجد كانوا في حد بيوصلهم لغاية باب الجيم ويقعد معاهم، بعد كده بقوا يجوا لوحدهم. بقى من ناس ايه، انا كنت عايز اسالك على تاثير بقى ده على الحالات، يعني بيبقى ايه الوضع وبينتقل لايه مع ان انت اكسرسايز سبيشالست في مجال مساعده مرضى السرطان. يعني المريض بيعمل ازاي وممكن يوصل لان هو يعرف يعمل ايه وهو ستيل مريض سرطان؟ بص، المريض بيبقى عامل ازاي دي بتتفاوت. في ناس بتبقى تشوفها تشوف ما شاء الله احسن من السليم، وفي ناس حالتها بتبقى صعبة قوي. كويس. انا يعني قصتي او تخصصي في الحالة الجسدية، ودي بتبقى المؤشر الوحيد اللي باين قدامك كراجل مريض او ناجي انت حالتك عاملة ازاي. يعني العلاج بيخش انت ما بتشوفش ايه اللي بيحصل، طبعا. بس الدكتور بيقول لك والله تمام. العملية بتحصل وانت ما بتشوفش ايه اللي بيحصل، بيقول لك تمام بس مثلا ما تتحركش او. اه، بيديك التعليمات وخلاص. فكرة بقى ان انا راجل بقيت لما بمشي خطوتين بنهج. فكرة ان انا لما بقيت بشوف شكل جسمي بيتغير بسبب انهيار الكتلة العضلية وبالتالي زيادة الدهون، فشكلي بقى مختلف. طب ده بعد كده هيؤدي الى ان انا بقيت اقل حركة بقى ظهري يوجعني، بقيت بطلع السلم ركبتي بتنهار. الكلام ده بقى في اي سن. والكلام ده للمريض او المتعافي او حتى الانسان العادي. احنا دلوقتي بنتكلم على مبادئ اساسية في جسم الانسان. الانسان اللي هتبقى الكتلة العضلية عنده ضعيفة هيبقى معرض لجميع الامراض بسبب نقص المناعة. الانسان اللي نسبة الدهون في جسمه عالية هتبقى معرض للسرطان تاني، عشان السرطان بيهد في الكتل الدهنية. فاحنا بنبتدي بقى نشوف ايه الجولز بتاعتنا. اول حاجة لو في مشكلة مثلا زي اللي كانت عندي، انت في مشكلة في الحركة نفسها زي ما قلنا النسبة الكبيرة 21% من نساء مصر مش بيعرفوا يحركوا دراعهم او خايفين. وانت بتساعدهم ان هم فانت بتبتدي، هي اللي بتساعد نفسها، انا بوريها ازاي تساعد نفسها. اكشلي عشان هي اللي بتعمل الشغل كله. يعني انا مش بمسك حد بحركه، انا ببتدي زي ما قلت لك بعمل الاول الاسسمنت او القياس، نشوف المشكله واصله لغايه فين. هل هي مشكله كومون عند حد او عند مثلا نسبه كبيره من الناس مثلا دي بسبب قله الحركه؟ هل في مشكله طبيه معينه محتاجه تدخل مثلا من علاج من دكتور علاج طبيعي الاول يحلها بعدين يريفير ليا؟ كويس. فبتبقى المرحله دي اهم مرحله، ان احنا نعرف الراجل ده بادئ ازاي. مرحله الاسسمنت اه، مثلا او ودي اللي لازم يحصل فيها ريفيرال لو حاجة مش بتاعتي او حاجة لسه في الميديكال فيلد. لا، لازم تتحل الاول ويبقى فيه كليرنس واضح من المعالج ان احنا ممتاز. نبتدي. قصة بقى الرياضة بتبقى زي اي حد، انا بشوف انا بادئ منين او ايه اللي بعرف اعمله، ببتدي اتمرن على اللي انا بعرف اعمله ده كتير، بلاقي ان انا بعرف اعمل حاجات اكتر او اقوى او. فبنقول ان تفاصيل التمرين دي بتختلف من حد لحد، عشان الحتة دي حساسة قوي. ممكن زي ما قلنا 2 يكونوا عدوا بنفس السيكونس والمراحل، بس حد عنده ليميتيشن في الحركة وحد ما عندوش. ودي يا شريف بالمناسبة مشكلة ساعات بتقابلني مثلا لما
اروح كوميونتي او اقابل ناس كتير او زي المستشفيات او الجمعيات او الاماكن اللي بيبقى فيها عدد من فالناس بتبتدي تقول طب والله احنا عايزين فتنس كلاس دي المجموعة كلها. للمحاربات انا ما بقدرش اعمل ده، عشان زي ما قلت لك لازم اللي بيتعمل يبقى آمن ويخ- ومضمون ليه نتيجة. ويخضع لأسسمنت في البداية. فاهم قصدي؟ بس فنمسك بقى حتة بيبقى عامل ازاي. فهو بيجي دي قلنا متفاوتة جدا. بيبقى عامل ازاي؟ يعني خلينا برضو نتكلم باختصار. يعني اديني بيبقى مثال من واقع الحالات اللي انت بص خلينا بتشوفها. نتكلم بشكل عام الأول، وممكن اديك بعد كده أمثلة. بيبقى قادر يستخدم جسمه زي ما هو عايز، ما بيبقاش عنده حاجز بين دماغه وبين جسمه. دماغك بتقولك انت ما تقدرش تعمل ده، انت ما تعرفيش تطلعي السلم، لو الاسانسير عطلان هتباتي في الشارع، ما ينفعش اركن العربية بعيدة عشان بتعب لما بمشي. الحاجز ده بيتكسر، شكل جسمك بيبتدي يتغير تماما. سبحان الله، الجسم في الاول او بعد ما يبقى طالع من مرحلة صعبة ويبتدي يحصل له نوع من الاسترس جديد، اللي هو ستريس بتاع التمرين، بيبقى ريسبونسيف قوي او بيبقى الاستجابة عنده عالية قوي. فبيبتدي يحصل الماسل ماس تاخد حجمها الطبيعي تاني، تبتدي نسبة الدهون تقل. طيب الناس برضو بتبتدي طب يا كوتش احنا خايفين واحنا تعبانين اصلا ومش هنقدر نتمرن. لا، احنا زي ما قلنا انت ممكن تتمرن وانت في مكانك. يعني ايه وانت في مكانك؟ يعني وانت قاعد مكانك ممكن تتمرن لو مش قادر تقوم. تخيل بقى انت قادر تمشي وقادر تيجي. فالناس بتحصر مشاكلها او بتعتقد ان المشكلة اللي في جزء معين في جسمها هي مشكلة في الجسم كله. وده مش صح. احنا زي ما قلنا تخصصنا كسبيشالست للكانسر فايترز، احنا اخر حاجة بنفكر نيجي جنبها الجزء المصاب نفسه. احنا كويس. بنتريت الجسم كله كسيستم كامل، بنبتدي نimplement strength في الجسم كله. اديني مثال على حالة كانت كذا بقت كذا. جات لي مرة بنت من محافظة البحيرة، كانت سيرفايفر من ورم في المخ. جميل. أورام المخ ساعات بتضرب جنب كامل لما نص الورم بيكون نصف ضاغط مثلا. على مكان معين. فهي كان عندها حاجة زي خزل في جزء. ما شاء الله عليهم هي وأهلها تابعوا مع دكاترة علاج طبيعي، ووصلوا ان هو يقدروا يحركوا الأطراف. فايدها بقت ليها سيطرة عليها ورجلها كويس. بقت ليها سيطرة عليها، بس سيطرة بنسبة ضعيفة. النسبة الضعيفة دي كانت مش مخلية البنت تقدر توصل للجيم لوحدها. كان حد لازم يوصلها يسندها لغاية ما تقف قدامي. فالبنت في الأول برضو لما كانت بتخاف تقف لازم تسند على حاجة. وده اللي بقولك، أول حاجة بيكون المايند أو المخ عامل حاجز كده بينه حاجز. وبين اوكي. هو مخك عايز يحميك. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ طب والله وقفي، لا والله يبقى قادر اقف. امشي، لا مش قادر امشي، بمشي خطوه خطوه لا. فخلاص احنا هنا عملنا هايلايت ان اول مشكله عندنا في البالانس. كويس. فبنبتدي نشتغل على المشكله دي. بعدين بنبتدي نبص بقى للجسم كله. في عضلات ضعيفه مش موجوده، في عضلات موجوده ودي اكتيفيتد محتاجه تصحى، وفي نبتدي بقى نتريت كل جزء او كل مشكله بشكل موازي. احنا نشتغل على كل المشاكل في نفس الوقت. البنت ما شاء الله تشوفها دلوقتي بتعمل سكواتس ب14 كيلو، بتعمل لونجز، يعني بتعمل اكتيفيتيز لو جبت حد ماشي في الشارع عادي مش هيعرف يعملها. انا عمري ما شلت 14 كيلو. حالات البريست كانسر، اول حاجه بتتقال لهم يا جماعه دراعكم المفروض ما يتحركش، المفروض ما تشيلوش، المفروض. وده طبعا احنا مش بنخبط في الرأي الطبي، بس الرأي الطبي ده مبني على حالتها من بعد العمليه. طيب انت بعد العمليه بيحصل لك استشفاء. هو الجسم الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه ذكي جدا، بيشفي نفسه بنفسه. بس هو بيشفي نفسه لغايه ما يرجع لحته معينه، خلاص هو بيبروتكت نفسه، هو بيحمي نفسه. طب عشان اتطور وابتدي اشوف وارجع لطبيعتي، ما انا محتاجه ابتدي اتعامل معاه. احنا قلنا في صح. الاول العمليه بتاعت السرطان والكانسر والكيمو والبتاع بترجعك زي البيبي.
طب انت عمرك شفت بيبي يعني بيقوم بيجري؟ لا. بيحبي، بعدين يقع على وشه، بعدين يمشي، بعدين يقع تاني، انت بقى بعدين بتمر معاهم بعدين بعدين الخطوات. بعدين بعدين. فانت بتبتدي، انت لو ايدك اتحركت ملي زيادة الاسبوع ده، ده تقدم. بروجرس. تقدم طبعا. وده اللي خلي بالك بيبقى القصة الكبيرة قوي اللي ببتدي اتكلم فيها مع الفايترز قبل ما نبتدي. احنا ايه المايند سيت بتاعنا، او احنا بندور على ايه؟ احنا مش بنرسم صورة معينة نوصل لها، احنا بندور على 1%. انا لو كل سيشن او كل اسبوع شفت بروجرس 1% ده كويس. في اي حاجة بقى، سواء في سترينث مثلا كنت بشيل ويت 2 كيلو بصعوبة، دلوقتي بشيله بسهولة، ده بروجرس. ما كنتش اعرف اقف على رجل واحدة مثلا، ده بروجرس. والله كانت ايدي بتوصل لهنا، بقت توصل بعديها زيادة سنتي، ده بروجرس. بتحس بايه يعني؟ انت دلوقتي راجل عشت التجربة، انت مش جاي من بره، انت عشت التجربة. بتحس بايه لما بيكون ليك اثر في ان شخص مثلا زي البنوتة اللي انت حكيت عليها مثلا، هي جاية ما بتمشيش او جاية مش عارفة تمشي او اللي دلوقتي بتعمل سكواتز ب 14 كيلو؟ بتشوف ده ازاي، او بيكون ليه اثر عليك انت بشكل عامل ازاي؟ بص صراحة في الأول كنت يعني كانت الحاجات دي بتأثر فيا قوي. بس المشكلة ان انت برضو مش دايما بتشوف حاجات كويسة بس. مم. يعني فاهم قصدي؟ انا لا. وارد اكون قشطة بمرن حد عادي خالص وتعمل السكان بتاعها والمرض يرجع لها تاني. فكنت بحس بالامتنان اول حاجة، الحمد ان لله. يعني الحمد لله ان ربنا حطني سبب. وكنت بقى بحس ان هو يعني ربنا مش بعتني انا ليها، ممكن ربنا بعتها هي ليا. يعني انا اللي مستفيد في الاخر، يعني انا اللي مستفيد ان انا شاركت في حاجة زي كده، وان ممكن حد ما كانش قادر يتحرك او بقيت انا سبب في القصة دي. أه بعد كده بصراحة يعني ما بقيتش اقدر اخد الموضوع بشكل ايموشنال، عشان زي ما بقول لك as above as below. يعني زي ما بيبقى في حاجات كويسة، مم. انت غصب عنك بتتعرض لاخبار سيئة، سيت باكس. بتتعامل انا معاها ازاي برضو دلوقتي؟ صراحة ما بقيتش احس بحاجة بصراحة مم. يعني. انت خلاص انت حطيت نفسك في حتة ان انت عايز تساعد الناس، بس ما تتأثرش بيهم يعني عاطفيا انت يعني. لازم يعني الموضوع صعب، بس عشان زي ما قلت لك او زي ما انت قلت في الاول، انت ممكن الايموشنز او المشاعر اللي هتطلعها دي ممكن ما تفيدش اللي قدامك. مم. فانا بحاول افضل في الحتة بتاعتي. وزي ما قلنا برضو في الاول ان في متخصصين اشطر مني هيعرفوا يتعاملوا مع الحتة دي. ولما بتروح بعد ما بتسيب الكلاينت او العيان لا ولا؟ ربنا ما يوريك بقى. الموضوع صعب. لا اه. ايه اكتر حالة تأثرت بيها؟ بص اكتر الحالات اللي بتأثر بيها الحالات اللي بتشتغل معايا وهي في نص الكيمو. مم. دي اللي يعني ما بقدرش ساعتها، دي اللي بتعمل لي انهيار ساعات، مم. وبتحسسني قد ايه احنا كلنا ناس ضعيفة. يعني انا لما ابقى عشان مثلا حاسس ان انا مودي مش رايق او مخنوق، فانا مش نازل الجيم النهارده. جماعة الست كانت الأسبوع اللي فات في كيموثيرابي ونازلة الجيم بجد بتتخانق معايا إن أنا مش بتقل عليها في التمرين. فاهم؟ ف... فدي ايه اللي بيفرق في تفكير مريض السرطان بعد ما بيتعافى ويعدي من الأزمة يعني؟ آه انت قلت لي ان هو ما بيرجعش زي ما كان. هو ما بيبقاش زي ما كان في الأول. ايه اللي بيفرق بقى حد من حد؟ هو شايف لغاية فين. مم. يعني بجد على بعد ما انت شايف، على قد ما هتوصل. ده اللي انا بشوفه، يعني ده اللي مم. انا بشوفه، ده مش كلام موتيفيشن اه. وبامبر ستيكرز، ده من اللي انا شفته من قصتي ومن قصص تانية. مم. يعني انا كنت بادئ مع ناس هو بيقولوا لي لا انا عايز ارجع اسافر لبنتي عشان مش عارف ايه، وانا بحب انضف بيتي بنفسي. انا شفت الامثله دي. اه. عملت اللي هي عايزاه. وشفت الناس اللي حاسه ان الاوفر كيرنج حواليها وان هي لسه تعبانه و وفضلوا مكانهم.
فهي بتبقى يعني أنا بشوف ان هي مايند جيم في الاخر. مم. فعشان كده اول حاجه واكتر حاجه هفضل اعيد فيها ان احنا يا جماعه الاويرنس والدرايه هي دي اللي هتوسع المدارك وهتوسع المخ وهتخلي وجهة نظر الناس تختلف من ان انا بس عايز اخف لان انا لا انا دي فرصة ان انا ارجع احسن من الاول. كده كده انت منتلي بترجع احسن من الاول، يعني كده كده انت طريقة تفكيرك بتتغير تماما للأحسن. للاحسن. معقولة. معقولة. مم. هقول لك ليه. حجم المشاكل اللي بتشوفها وحجم المشاكل اللي بتتغلب عليها في الرحلة دي بتعرفك إن مفيش مشاكل. اه او بتخليك تقدر توزن الامور صح بعد كده. السوشيال لايف بتاعتك بتعرف بعد كده تحط نفسك فين وبين مين، وتعرف تشيل نفسك من الاماكن اللي ما تناسبكش. البيرسونال لايف انت بتبقى خلاص بقى شفت نفسك وانت في اضعف حالاتك، مم. فبتبقى على قد ما تقدر بتحاول بتفايت عشان ما ترجعش للحالة دي تاني. فعشان كده احنا بنقول يا جماعة ان كلامنا برضو هو مش ضغط على المتعافين او المرضى. احنا بنقول لكل حد ليه قصته وكل حد بطل في قصته، ولكن اللي محتاجينه ان احنا نوعي بعض. احنا الرسالة هنا مش يا جماعة قوموا واتحركوا وتعالوا الجيم ويلا وروحوا العبوا يوجا ويلا وروحوا نكسر بقوا لايف الدنيا كوتشز، لا، نوصل صوتنا لبعض. نفسك توصل لإيه في المجال بتاعك؟ يعني نفسك توصل بيه لحد فين؟ أو اللي هو أنت راسم طريق معين، شايف إيه البيست سيناريو بتاعه إيه؟ هو ان شاء الله السيناريو اللي هيحصل ان مش هيبقى فيه مريض سرطان في مصر خايف انه مش قادر يتحرك. إن شاء الله دي رسالتك، إن أنت إن شاء الله هو ده اللي أنت عايز توصل له. إن شاء الله بإذن الله تقدر تحققه. إيه أصعب لحظة مرت عليك في الرحلة دي من أول إصابتك بسرطان لحد أنت قاعد قدامي دلوقتي؟ يعني مش حاسس برضو ان انا اقدر ادي اللقب ده للحظة معينة عشان مم. كلهم ما شاء الله لحظات يعني. أنا عارف فاهم المنافسة قصدي. كبيرة بس يعني يمكن ممكن نقسمها لأصعب فترة مم. مش أصعب لحظة. هو في فترتين، يعني الفترة بتاعت الأول خالص فترة التوهان بقى انت مم. مش عارف هتعمل ايه وانت بقى اصلا تتكلم مع نفسك طب انا هسمع الكلام ده وهروح يوقعوا شعري ويوقعوني آه. ولا ههرب ولا اعمل ايه واللحظة التانية بتاعت الإصابة بتاعت الكسر دي كانت فترة يعني كانت حاجة بقى مختلفة خالص يعني. طبعا اه آه، يعني برضو من بتفتكر اللحظات دي ولا خلاص دي مرحلة من الماضي ما؟ لا طبيعي يعني طبيعي برضو يعني برضو انا بقى زي يعني من الاسباب اللي خلتني دلوقتي ببقى قادر ما احسش بالكلام ده كايموشنز ان هي دي رسالتي ان انا اوصل للناس ان انت ممكن يبقى حصل لك حاجة صعبة مش شرط دي تكون اصعب حاجة بس تقدر تبقى يعني احسن، ان وان شاء انا الله. مش بمس تشانس او مش بضيع فرصة ان انا اشارك في الكانسر مم. كوميونيتيز سواء في شكل بقى يعني في شكل كامبينز في شكل مم. زي ما احنا بنعمل في شكل شخصي في شغلي. ان شاء الله. ولكن هو بيبقى زي ما بقول لك هو بيبقى دايما خط رفيع بين ان انا التزم بتخصصي كراجل كوتش مسؤول عن الفتنس ليفل او الفيزيكال موفمنت، وتساعد وبين الناس. الحتة التانية ان انا شايف ان برضو انا مش بتراجع عنها عشان حاجة عشان مثلا انا قادر اقدمها ومش عايز. بحس ان المتخصصين او الناس اللي ذاكرت ده هي هتبقى اشطر مني اكيد. فانا دايما بيبقى عندي الحتة ان انا بحث الناس ان هم يروحوا للشخص الصح. ايه الحاجة اللي انت عايز تصحى بكرة الصبح تلاقيها مش موجودة في المجتمع بتاعنا من حيث دعمهم لمريض السرطان او نظرتهم لمريض السرطان؟ يعني بحس ان مش عارف بس دي حرام برضه يعني انا حاسس الناس اللي اوفر كير قوي مم. دي بتعمل مشكلة. بس يمكن دي نظرتي او وجهة نظري ممكن في اه. ناس تانية محتاجة الاوفر كير قوي. مم. بس يعني لو هقول الحاجة اللي مش عايز اشوفها تاني في الكانسر كوميونيتي الميسكونسبتس او الخرافات عن الكانسر. مم. احنا مش بنقول يا جماعة نصغر من حجم مشكلة السرطان ما نقولش عليها حاجات مش مش صح موجودة. يعني احنا زي ما قلنا بجد في امراض تانية مختلفة
عنيفة اكتر من السرطان. ربنا يعافينا ويعافي كل الناس. يعني يا رب. فهي دي الحاجة الوحيدة اللي بجد لو اختفت هيبقى الموضوع عادي. خصوصا ان القصة بقت منتشرة. يعني دلوقتي احنا لما نتكلم على الكانسر فلا هو طبعا. فدي رسالة ان احنا يا جماعة اللي عدى بحاجة ساعدته، سواء بقى أكلة معينة كنت بتاكلها بتريحك، سواء كنت بتشرب مية كتير فارتحت، سواء مكان كنت بتحب تروح وانت أي حاجة صغيرة هي مش صغيرة عند اللي عايز يسمعها. مم. انت ما ممكن تعرفش تفرق مع حد. ده definitely هتفرق مم. بجد، ومش فرق صغير، هي بتعمل طفرة في حياة ده. يعني انا فاكر من في البداية خالص اخويا احمد تركي هو برضه في الفيتنس فيلد. احمد الفيتنس مانجر بتاع ميجر يعني جيم من الجيمات اللي في مصر. هو ما عملش حاجة اكتر من ان هو وراني صورة واحد كان تعبان وخف، كان عنده نفس الحاجة اللي عندي. بجد هو ده كان الموتيف، يعني ان انا شفت حد خف وبقى كويس وفورمه الحمد وبتاع. لله. فدي كانت الرسالة بس اللي وصلتني ان في حد حصل له كده وبقى كده. ان شاء الله رسالتك توصل، واتمنى ان احنا لما نتقابل تاني يبقى تحققت على الاقل جزء منها، تبقى انت سعيد بيها يعني. كنت مبسوط ان انا معاك. اتشرفت بيك والله يا شريف، والحمد لله ان احنا مش اول مرة نتقابل. يا عم انت كنت ناسيني اصلا. انت كنت ناسيني اساسا. جايات اكتر بإذن الله. ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. نشوفك في حلقات تانية وتكون محقق نجاحات ان اكبر شاء باذن الله. الله في مجالك، وتكون ساعدت ناس اكتر بإذن من مرضى الله. السرطان. ان شاء الله. شكرا يا عم. Thank you.